اليوم سنعرفكم على اللباس التقليدي الخاص بالعروس العنابية. هذا الجبين تلبسوا العروسة، تقدر تلبسوا ما تكونش عروسة ولكن مخصص سيرتو للعروسة. هذا سخاب معروف تاني ومازلنا معروف ومطلوب ونلبسوه للعروسة. هذا مجبود وفتلة، هذه الفتلة من قديم الزمان معروفة. هذه المخدومة بالفلفلة بالوشي ومخدومة هنا كاين فيها المجبود تاني. اللباس التقليدي العنابي هو تحفة متناسقة الألوان والأجزاء، تزين العروس وتزيدها جمالا. اللباس التقليدي العنابي عبارة عن لباس القندورة هذه العنابية بالفتلة مخدومة والقطيفة مع ليزاكسيسوار نتاعها الحلي بين قوسين، نسميوها يعني الدلالة. فيها تاني اللباس الثاني ممكن نعملوه بالفتلة أيضا مع اللفة، واضح هاك تشوفوا في الحولي ربي يبارك يعني اعطاها جمال ومنظر يعني ما شاء الله، لا تستغني عنه العروس يوم تجهيزها. بالنسبه هذا هو الجبين، فهمتوا؟ هذا ما ليزاكسو، هذا سخاب ثاني نديروه يخرج يعني مع اللون يكون متناسق مع لون القندورة العنابية. معها أيضا الحلي اللي تخرج تتناسق بالألوان والعمل اليدوي تاع القندورة. تختلف ألوان اللباس التقليدي العنابي حسب المناسبة، إلا أنه يبقى يحافظ على انسجامه وتناسقه مع ما ترتديه المرأة. بالنسبة للألوان هي عادة تصدر باللون الأزرق ونحن البلوسيال، اللون الأزرق الفاتح تحني به العروس، وكما نقول تحني على حاجة ذهب بين قوسين، يعني تحني بالفتلة نسميوها هذه الدلالة. اللباس الثاني قادة تكون فتلة بالمجبود، قادة تكون كريستال، قادة تكون بالحساب نسميوها اللفة، والزاكسيسوار نتاعها تكون بالقرطاس وإلى غير ذلك من الحلي. تتوارى الأجيال وتمر السنوات، واللباس التقليدي العنابي لا يزال يحافظ على مكانته بلمسة عصرية ليعكس جمال تقاليد بونا. الهدف هو باش نجبدوا، قلنا البنت الجزائرية تلبس يوم فرحة تلبس اللباس التقليدي الجزائري والعنابي، وإلا ما تقيس الجزائر كاملة. كانت هذه عينة من بعض الألبسة التقليدية للعروس العنابية، وهناك أنواع أخرى من الألبسة التي تخص عروس عنابة. ومرحبا بكم في بونا.